ليه بيجي عليكي وقت بتحسي ان انتي طاقتك مشفوطة وبجد مش قادرة تعملي اي حاجة؟ ومهما تقولي خلاص انا هبدأ من بكرة وهبدأ اصلي وهبدأ اعمل دايت، هبدأ اخد بالي من البيت وعلاقاتي بصحابي وهبدأ اقويها اكتر، وهبدأ اعمل كل حاجة نفسي اعملها بس من بكرة، ليه ما بيحصلش؟ ليه بعد ما بتقولي كل الحاجات دي وتيجي تبصي على السرير كده تلاقيه مترتب وفاضي، بتخشي تحت البطانية وتنامي ولا اكني قلتي اي حاجة لنفسك؟ الحقيقه ان احنا اتضح ان احنا كلنا بيمر علينا الوقت ده، كلنا بلا استثناء. فليه بقى بيمر الوقت ده؟ بعد ما قرات والكتاب اللي انا قراته ما كنتش اعرف ان هو في حاجه تتكلم عن الحته دي بالذات. آم، كلنا لازم يجي علينا وقت بالشكل دوت. يمكن هيبقى وقت صعب شويه، يمكن هتحسي ان انت مش قادره تقاومي شويه، يمكن تحسي كمان انه خلاص الوقت فات، وانك حاسه انك بتلعبي في الوقت الضايع، وان انتي فاتك وقت كبير قوي، اللي هو مثلا قعدتي اسبوع ما تعمليش حاجه، قعدتي 3 ايام ما تعمليش حاجه من حاجاتك، او ما تذاكريش حاجه من مذاكرتك. او لما بيجي علينا بقى الوقت ده بنبدا بقى نبعد عن الناس كلها ونحس ان احنا خلاص مش قادرين نقاوم، مش قادرين نتكلم، مش قادرين نحكي. وبيجي علينا فتره بنحس ان احنا اتغيرنا مع نفسنا قبل الناس. ده اللي بيحصل مع معظم الناس الفترة دي تحديدا. يمكن الفترة دي تحديدا بسبب تغيير الضغط النفسي والاقتصادي اللي بيبقى موجود على البلاد كلها، وبالتالي موجود على الشعب، وبالتالي هيأثر على الراجل والست والبنت والولد والطفل والكبير والصغير وكل ده. بالتالي بيجيلنا هواجس وافكار شيطانيه، اللي هو خلاص القيامه قربت تقوم، انا هعمل هدف ليه؟ او انا هبدا اشتغل ليه على اي هدف اصلا؟ او انا ليه همسك ورقه وقلم وابدا اكتب واخطط وارسم واظبط؟ او ليه هقوم انزل الجيم يعني والعب رياضه؟ هيجي وقت وهنموت وكل ده هيروح. لما تيجي واحده تلاقيكي بتهتمي بشعرك وتجيبي منتجات غاليه لشعرك وتقولك انت بتهتمي بشعرك وبتصرفي ده كله عليها ليه؟ ما كل ده هيروح في التراب، ما كل ده التراب هياكله، ما كل ده انت هتموتي والدود هياكل جسمك وهياكل شعرك ف بتحسي ان انت، طب هو انا عايشه ليه بقى؟ ايه اللي المفروض اعمله بعد كل الكلام ده؟ الحقيقه ان احنا هنا بنقعد ندور على حاجات معينه علشان نقدر نحل بيها المشكله اللي احنا فيها دي. الحاجات دي بتتلخص في بعض النقاط. اول نقطه، اللي انت بتعمليه في حياتك ده هل انت حباه؟ هل انت مثلا لو بتشتغلي حابه الشغل بتاعك؟ هل لو انت بتدرسي بتحبي الدراسه بتاعتك؟ هل لما بتنزلي تدرسي وبتنزلي دروس وبتنزلي جامعه ايا يكن بتبدأي ان انت تحسي شغفك فيها وما بتتعبيش ابدا وقت ما انت بتعملي كل الحاجات دي؟ ولا بيحصل عندك مشكلة بتحسي ان هو فعلا في مشكلة، فعلا انا مش قادرة اكمل، فعلا في حاجة غلط موجودة في حاجة عندي؟ بتقولي ما تكمليش، في حاجة بتقولي اللي انت بتعمليه ده صدقيني مش هيجيب فايدة، او اللي انت بتعمليه ده مش بوسطك ومش مريحك. انت بتشتغلي عشان المرتب شكله حلو او مرتب كبير، او انت منصبك هيبقى حلو. انت بتدرسي علشان اهلك قالولك ادرسي الحاجة دي، ومامتك عايزاك تشوفك في المكانة دي، او باباكي عايز يشوفك في المكانة دي. مش انت اخترتي تخصصك في الجامعة، ومش انت اللي اخترتي شغلك في الشغل، ومش انت اللي اخترتي طريقة لبسك لان طريقة لبسك او المجتمع فرض عليكي اللبس ده، او انت عايزة تعيشي سنك فبتلبسي اللبس ده علشان بس تحت جملة عايزة اعيش سني، مش بس عايزة اتقي ربنا في كل حاجة. من هنا كده هنعرف بالظبط احنا عندنا ايه المفروض نشتغل عليه. المفروض ان احنا عندنا شخصيتين، شخصية داخلية في جسمنا وشخصية هي اللي مفروضة او هي اللي بتبدأ تتكلم وتتحاور معانا مع العالم الخارجي. الشخصيه اللي جوانا دي هي حالتنا النفسيه، اللي تبقى مبسوطه جدا وانت قاعده بتشتغلي تريكو وقاعده بتدرسي حاجه انت بتحبيها ايا يكن. والشخصيه التانية هي اللي بتعلمك ازاي تتعاملي مع اصحابك واصدقائك عشان ما تخسريش اي حد فيهم. بس انا هنا كده مش هاجي اقول لك امسكي ورقه وقلم وابداي اكتبي وخططي واعملي اهداف من اول وجديد. لا، كل اللي قاله لك في المرحله دي وفي الحاجه دي بالذات، اقعدي اكتبي الحاجه اللي انت بتحبيها واللي انت بتبقي مبسوطه وانت شغاله عليها، واللي انت فعلا لما بتيجي تعمليها ما بتحسيش بالوقت ابدا ابدا حواليكي، وبتحسي ان الوقت بيجري وانت مبسوطه في كامل ارادتك. يعني ممكن تقعدي فيها 5 ساعات وفجاه تبصي في الساعه، ايه ده؟ معقول انا قعدت فيها كل ده؟ عندنا الحاجات دي، بس هي مش بنعملها طول الوقت لان احنا شايفين انها مش بتجيب لنا عائد خارجي، او مثلا مفيش حد بيشجعنا فيها، فاحنا بس اللي بنشجع نفسنا. اقعدي مع نفسك واكتبي الحاجات دي، وانا متاكده ان انك هتتغيري كتير، وان حالتك النفسيه كمان هتتغير. كمان تاني نقطة واللي هي هقفل بيها الفيديو النهاردة، وهي نظرتك وتفكيرك عن نفسك ايه. انتي اخرجي بره نفسك وبصي لنفسك من بعيد، انتي شايفاها ازاي؟ لازم تغيري فكرتك عن نفسك بطريقة ايجابية وتحسسي تقولي لنفسك
انت فعلا قائده قويه، انت بس محتاجه شويه تاتشات بسيطه عشان تكوني اقوى واحسن. غيري تفكيرك عن نفسك عشان هو ده اللي هيوصلك للنهايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.